كوكبنا اتكوكب على كوكبهم فكوكبوا كوكبنا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في حلقه جديده من رسائل الفضائيين. والنهارده يا جماعه الحلقه مميزه جدا لان الفضائي اللي معانا من كوكب شخيبتون. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ هو كائن كده فيه شويه مواصفات كده هقولها لكم عن طريق نقط، واللي هيخمن انا بتكلم عن مين ويكتبوا لي في الكومنتات هيبقى ليه مفاجاه هقولها لكم في اخر الفيديو. واول نقطه في الرساله اللي معانا النهارده خلوني اقراها لكم. لو انت ماشي في الطريق على رجليك لازم تتلفت حواليك، حلوه دي، زي الحراميه، عشان في لحظه هتلاقي هذا الكائن معدي من جنبك بسرعه الصاروخ الشخيبتوني التي تصل سرعته الى 9.98% من سرعه الفهد الشخيبتوني. ايه الفهد الشخيبتوني ده؟ انا اول مره اسمع الفهد الشخيبتوني ده. بيعض ولا بياكل ولا بيرضع ولا ايه؟ مش عارف. النقطه الثانيه يا جماعه في الرساله بتاعتنا، اوعى تعدي طريق وفي فضائي منهم انت شايفه جاي من على بعد 9.98% التي تعادل بعد كوكب الارض عن كوكب شخيبتون. هو ايه كوكب هو ده كوكب شخيبتون ده ولا كوكب ايه ده؟ انا مش عارف. لان في الوقت اللي انت هتحاول تحسب فيه المسافه وتكرر وتركز وتقدر تعدي قبل ما يوصل الكائن الفضائي وتقول لسه المسافه بعيده، بس احب اقول لك ده فضاء يا معلم. بقول لك من شخيبتون. يا انا كل ما اقولها بشمئز كده، بس ما علينا. بيقول لك ايه بقى يا معلم؟ في اقل من فسوه شخيبتونيه إيه هتلاقيه اختفى وبقى قدامك، وساعتها مش هتقدر تقول غير ده اكيد مش بني ادم، فضاء يا جماعه من شخيبتون. النقطة الثالثة، لو انت ماشي بعربيتك ولمحت في المراية هذا الكائن الفضائي الشخيبتوني لازم وبأقصى سرعة شخيبتونية، خلي بالك أقصى سرعة شخيبتونية التي تصل إلى 9.98. ايه يا جماعة؟ في يا جماعة ايه حكاية 9.98 دي يا جماعة؟ الناس هتقول علينا كده مفيش مصداقية. حرام عليكم بقى، هو مين ده؟ المهم كل اللي عليك تعمله اول ما تشوف هذا الكائن الفضائي في المرايه هتعمل ايه يا معلم بقى؟ هتروح خابط انتظار وواخد يمين. ليه بقى؟ علشان الكائن الفضائي ده يعرف انك مش في الجيم، مش في اللعبه بتاعته، ويعرف انك مش جزء من الصخور والكواكب اللي هو بيحاول يعدي منهم. انا تقريبا كده بدات اخمن هو مين الكائن ده. تعالوا نكمل. النقطه الرابعه، لو كلمته وقال لك انه اتحرك احب اقول لك هو ما اتحركش، بس بيحاول يصبرك. شكلي عرفته يا جماعه. النقطه الخامسه، لما يفضل يكلمك ويسالك ويقول لك معلش اوصف لي عنوان الكوكب بتاعك تاني علشان اتاه في الفضاء بتاع كوكب شخيبتون، احب اقول لك هو لسه ما اتحركش، بس بيحاول يثبتك بايه؟ قول. بكلامه الشخيبتوني. يا عم الشخيبتوني. كائن شخيبتوني اهو، شايفينه؟ اهو انا سميته شخيبتون. النقطة السادسة، لو وصل فعلا بقى وقال لك باب المكوك الفضائي بتاعك مقفول انزل افتح لي، ما تصدقوش، هو الباب مفتوح بس مكسل يطلع. مع ان على فكرة في غرفة تنقل ضوئية شخيبتونية ممكن يقدر يتنقل بيها. حلوة يتنقل بيها دي. والجميل بقى يا جماعة ان هو ما عندوش حاجة اسمها رصيف، يعني هو ممكن يطلع فوق الرصيف، ينزل تحت الرصيف، يطلع فوق في السماء، ينزل تحت في الارض، يمشي يمين يمشي شمال، المهم يوصلوا في اسرع وقت للكائنات الفضائيه الشخيبتونيه اللي هو رايح لهم. ايه كميه الشخيبتونيه اللي انا عمال اقولها دي؟ خليني اقول لك قبل ما اختم الحلقه ان البرنامج ده كله للهزار، احنا طالعين بنلعب ونهزر ونضحك مع بعض عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنضايق حد بكلامنا او بنتنمر على حد. لا خالص يا جماعه، احنا طالعين نهزر ونفرفش وننبسط، فعايزين ننبسط بالكوكب الشخيبتوني اللي موجود جنبي ده، شايفينه اللي طاير عمال يلعب ده. المهم يا جماعه المفاجاه اللي كلكم مستنيينها، اللي هيجاوب صح كل مره في الكومنتات على كل فيديو جديد ينزل، لو خمن 10 تخمينات متتاليه صح هياخد مني $100 وهبعتها لك بنفسي، وانا اللي هتواصل معاك بنفسي. خلال نهاية الشهر هننزل 10 حلقات من برنامج رسائل الفضائيين. المهم انه يكتب الكومنت هنا على الفيديو تحت ويبعتها لي على الانستجرام ويقول لي انا جاوبت صح ولا غلط. وبكده خلصت حلقتنا النهارده يا جماعه من برنامج رسائل الفضائيين. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتعملوا لايك وشير وكومنت روقوا عليها يا جماعه عشان هروق عليكم. ده $100 يا جدعان، $100 يا جدعان. انا اسف، كان الكوكب هيقع. شخيبتون باي باي. حلوه باي باي دي.